فنان كبير جدا، وبالرغم ان هو ما عملش وان مان شو ابدا، لكن هو كان عنده الملكه ان هو لو وقف على المسرح لوحده لمده ساعه نص ساعه يقدر يضحك ويبكي الناس في نفس الوقت. وهو الحقيقه انا بهديله التكريم ده، لانه لو كان عايش في وسطنا كان اكيد هيبقى اول المكرمين. هو الفنان الراحل سمير غانم. جدا الجائزه الكريمه دي، وعايز اقول يعني اتذكر مين من زملائنا واساتذتنا واخواتنا الاعزاء ما زالوا يعيشون بيننا، فبهديهم هذه الجائزه. الاستاذ عبد الرحمن أبو زهرة والتوفيق. كان عادل؟ كان عادل؟ ايوه حطهم جنب هنا عشان هو ينزل يقعد على الجائزة. هذه الجائزة ترتب وتفرض علينا المزيد من العمل والإخلاص والتفاني في العمل، عشان تستمر المسيرة ولكي أقدم وأعطي كل ما عندي. فهي حافز ودافع لمزيد من العطاء، فأرجو أن ربنا يعيننا لكي نكون قادرين على تحمل هذه المسؤولية.